هي اشكال عجولة الاجري المحاصرين اللي عم يدعوا الحصار. ناخذ عينة منهم، هذا العجل الكبير اللي مبين بالصورة، نقرب الصورة عليه هيك ونبلش هيك نشرح هالحالة العجلية، هالحالة التقديشية اللي موجودة قدامنا. اول شيء هذا منظر محاصر. وين شاف المحاصرين؟ ما شاف المحاصرين ايام الغوطة والمحاصرين بغزة والمحاصرين هلا اخوتنا بالسودان بالفاشر. هذا اذا الضبع بده يتسلى فيه بياكل له معه شهرين ثلاثة، لحتى بيضل مشبعه للضبع شهرين ثلاثة. طلعوا لي هالمنظر، هذا منظر واحد جوعان وكامش لي السيكارة وعم يشرع السيكارة. ما شاء الله ما شاء الله على الحصار اللي محاصرتكم اياه الدولة السورية. الله يكون بعونكم، شلون متحملينه ما بعرف. هذا الحصار مر على كم خنزير وماتوا، انتوا ليش ما عملتوا ما بعرف. يعني شو هالحصار هذا اللي بدخانك وبصحتك الكامله وقاعد عم تمشي وتشكي بعدين صرتوا متظاهرين المظاهر رقم مليون. ملوا بقى، والله مل الاعلام وملينا كلياتنا من هالحكي الفاضي هذا. اذا بدكم تطلعوا انه محاصرين وما محاصرين، هالشكلات هي خبوها، قولوا لا تتظاهر، تتخبى بين الجموع، ما تبين قدام الكاميرات كلياتها. توافقوني الرأي او لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات. وبالختام ما تنسوا الصلاة على الحبيب والدعاء لاهلنا بغزة وبالسودان وبكل البقاع المظلومة.